السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ انا النهارده جاي بس عايز اعلق على فوز ريال مدريد امبارح بنهائي شامبيونز ليج. وكنت بس بتفرج لسبب واحد، وهو مش عشان لابس انتر ميامي، والله مالهاش علاقه، التيشيرت شكله حلو فاشتريته. ولكن امبارح وانا بتفرج على الماتش، يعني الصنايعي عنده كده ملكه كده، ما حدش يعني، ما ينفعش تبقى صنايعي غير لما تكون عندك الملكه دي، وما ينفعش يبقى عندك الملكه دي وما تبقاش شغال صنايعي. وهي ايه مديك امتى خالص يعني، تمام؟ بس بيعمل اللي هو عايزه. فهو بيفهمك مثلا ان الشقه دي مثلا محتاجه 5 ايام شغل، فانت تقول له لا لا لا، عايزها كمان يومين. يقول لك خلاص ماشي حاضر عينيا، ده احنا نعمل لك الدنيا تمام، ويخلصها كمان 5 ايام عادي، ممكن يخلص كمان اسبوع قشطه برضه، فاهم؟ فهي دي بقى ايه شخصيه الصنايعي اللي عند ريال مدريد. بروسيا دورتموند شغاله ما شاء الله، ماسكه الماتش وبتهاجم والدنيا تمام وخصوصا بقى الشوط التاني، يعني الشوط الاول قشطه كان الماتش رايح جاي، الشوط التاني تمام ماسكه الماتش والدنيا جميل. 2-0 يمكن تقول صدفه يعني قشطه، ممكن تقول عادي يعني بتاع. بايرن نفس السيناريو، كنت تقول برضو صدفه. سيتي نفس نفس الكونسبت. اذا كان بقى السنه دي ولا سنه 2022 لما خسروا 6-5 بعد ما كانوا كسبانين بفرق جونين. فمن تحليلي للماتش انا محتاج بس اشيد بالراجل الكبير الكبار الله لا يسامحه، بتاع انشيلوتي ده. الراجل ده بجد عامل سكواد بيلعب بطريقه هو عارف هو بيعمل ايه. كل واحد من الفرقه هو عارف بالظبط دوره هيعمل ايه، بالظبط قوي. وعارف امتى هيهاجم وامتى هيدافع وامتى هيسيب الفرقه راكبه الماتش ويعيش وهم ان انتوا هتكسبوا وهتجيبوا جوان وبتاع كده، وامتى هيرجع بالماتش. انا والله بجد انا مش بقول ده علشان خاطر بقى منحاز لريال مدريد، بالعكس انا ما بحبهاش يعني، ده مجرد تحليل بسيط للي انا شفته امبارح. ماتش بتاع بايرن وماتش بتاع سيتي، كلها ماتشات كان مستحيل فكره ان الريال يكسب، ولكن بجد انشيلوتي هو عارف قوي هو هيوصل بالماتش لفين وهيعمل بيه ايه. عموما ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان بجد محتاج دعمكم الفتره اللي جايه. وده فيديو كروي كده سريع، الكلام ده حبيت بس اوضح فيه نقطه معينه وبس. السلام عليكم.